السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لأول مرة في القناة هنعمل بودكاست، بس حبيت يكون البودكاست مختلف شوية لأن احنا النهاردة هنتكلم عن كل حاجة تخص الحسد والسحر والجن. النهاردة مع الشيخ أحمد سعيد اللي استضافنا النهاردة في بيته في مكانه ورحب قوي بالفكرة. ازي حضرتك يا أستاذ ازي أحمد؟ حضرتك يا اخي، الله يكرمك. اولا قبل ما نبدا الكلام في اي حاجه انا حابب اشكرك استضفتنا عندك في المكان، وطبعا احنا تعبينك من اول اليوم معانا. ده خالص. حبيبي ربنا بس يبارك فيك. ربنا يخليك. وتاني حاجه حابب اشكرك ان انت استجبت على طول الدعوه ان احنا طبعا. نطلع نعمل البودكاست. اكيد طبعا. حبيبي استاذ الله احمد، يكرمك. عايزين قبل ما نبدا نعرف الناس الاول مين استاذ احمد سعيد. والله انا طبعا زي ما حضرتك قلت اسمي احمد سعيد. الحمد لله. دارس علوم شرعيه في مكانين، يعني معهدين، وبعد كده تخصصت في مقارنه اديان، وفي اخر حاجه دخلت معهد القراءات العشر. الحمد لله دخلت في مجال العلاج ده لاني شفت امر معين في مكان، يعني بدون ذكر اسمه، بيقول لها كلام غير موافق للاسلام. اني شفت ناس بتروح لدجالين وسحرة كتير، وعرفت ان ده حرام عندنا في شرعنا، وان كفر بالله سبحانه وتعالى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى دجالا او عرافا، وفي رواية او ساحرا وصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا في المجال، وبدأت ادور على ناس من اهل القرآن عشان اتعلم ازاي العلاج بالقرآن الكريم، ودورت على 1 و2 و3 لغاية ما عرفت ناس اهل ثقة. لان للاسف الشديد ان في مجالي ده اكتريتهم ناس يا اما دجالين، يا اما مشعوذين، يا اما سحرة، يا اما اخوة كويسين بس ما عندهمش العلم الكافي في المجال. بعدها بقى بدأت اتعلم عند 1 و2 و3، وابدأ اقرأ في الكتب واروح معاهم لغاية ما الحمد لله هم زي ما بيقولوا انطلق يعني. فالحمد لله دخلت في المجال ده. حضرتك بتقولي اتعلمت، هو العلاج لعلم؟ في الزمن ده لان في مشاكل كتيرة جدا، لان مش كل حاجة سحر ومس وحسد، في اوهام وفي امراض نفسية وفي مشاكل تانية كتيرة، يعني ملهاش دعوة تماما بموضوع السحر والمس والحسد. احنا عايزين نعرف اصلا ايه الفرق ما بين السحر والمس والحسد. اولا السحر ده بيكون شخص ما حاقد على شخص تاني، وبيروح لساحر يطلب منه ان يسحر له فلان ابن فلانة او فلانة بنت فلانة بالام، وهنتكلم ان شاء الله ليش معنى بالام. اما المس بيكون جن جاي بدون ما حد يكون بعته، زي السحر بيكون لأي سبب، يعني زي ما بيقولوا المس العاشق او مس عادي بسبب ان هو اذاه او اي اسباب تانية. جن مؤذي مع نفسه كده. بس ده طبعا عيب في الشخص نفسه ان هو مش محصن نفسه، فممكن يحصل موضوع المس لو احتك بالجن او في مشاكل حصلت مع الجن، وان شاء الله هنذكرها. اما الحسد ملوش دعوه تماما بقصه الجن، ده بيكون شخص ربنا يعافينا، واحد قلبه اسود يتمنى زوال النعمه من عند اخوه وتجيله. فده الفرق بين الثلاثه. بالنسبه للحسد، احنا دلوقتي بقينا في مجتمع ان لو واحد ماشي واتكعبل هيقول لك انا محسود. طبعا ده للاسف الشديد، ده قله الدين وقله العلم، وللاسف هو شايف نفسه الوحيد المحسود في الدنيا، او العين عليه. كل الناس عينهم عليه عفوا على المحسود يعني. ودايما اضرب مثل للناس: لو احنا شفنا الاغنياء والمشاهير ورجال الاعمال، اشمعنى دول ما بتحسدوش؟ يعني اشمعنى دول هم على طول الملايين بيشوفوهم، واكيد كتير جدا ما عندهمش دين، يتمنوا يكونوا مكانهم وياخدوا اللي فيهم يعني من الخيرات. فطبعا الحسد وارد، بس ربنا سبحانه وتعالى من رحمته مش سايبنا ان الحسد في اي وقت يأذينا، يعني كل فين وفين ممكن يقع الحسد، بس يقع طبعا. طب هل في شخص بيبقى معروف ان هو الشخص ده فعلا عينه وحش؟ ممكن او بيحسد؟ ممكن. ده بتبقى حقيقة؟ حقيقة، بس مش زي ما احنا سامعين. يعني يقول لك كده في جماعة من الناس، ناس بتأجرهم يروح عند مصنع فلاني يبص على الآلة خلاص فيحسدها فتتفلق، او مش عارف ايه. لا مفيش الكلام ده كل ده من الخزعبلات. طب ليه مش موجودين برضو على الناس المشاهير؟ وزي ما هم الناس مش شغاله بيتحسدوا، ممكن يتحسدوا طبعا. انا ليه يا جماعة اصحابي يعرفوا شخص، واكيد هم هيشوفوا الفيديو، يعرفوا شخص بيقولوا ان الشخص ده لو مسك حد او اتكلم عليه حرفيا بيحصل له مصيبه. ده الكلام ده مش مظبوط، ممكن يقع، مش مظبوط تماما. طيب بالنسبه بقى ان معظم يعني مثلا اقوله 5 من صحابي دول كمثال 5 يقول لك لا حصل معايا. ما هو عشان حاطين في دماغهم كده، وللاسف الشديد عندنا في الارياف او في القرى بسبب قلة الدين أو قلة العلم في الدين، فمنتشر الجهل في الموضوع ده. فهو لو اعتقد إن هو اتحسد هيتحسد وهيعيش دور الحسد، وهو ما بيكدبش، ده هو عايشه. بس هو مش محسود.
انا اختلافي معاهم دايما اللي هو لا يا جماعه انا مش كل حاجه، يعني يقولوا لي كم مره يقول لي روح شوف شيخ، شوف دنيتك شوف حاجتك. طب الدنيا مش مظبوطه معاك، اقول لهم يا جماعه مش كل حاجه الحسد. لا، وبالنسبة للرزق الحسد ما يأثرش على الرزق ما ياثرش على الرزق 100%. ممكن يأثر على الآلة أو مكتبك أو حاجة، أما يأثر عليا مستحيل. يأثر على الداخل مستحيل. عشان كده ربنا قال لنا في القرآن الكريم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فربنا قسم خلاص الحياة. اجتهدت ليك درجة محددة انك توصل فيها من الغنى، ما اجتهدتش خلاص مش هيجيلك. انا كنت اسمع ان في شيوخ يقول لك ده في حاجات معينه تعملها بتزود دخلك او رزقك. ازاي يعني؟ ما دي ما اعرفهاش. ما هو ازاي يعني؟ مع ربنا ولا حاجات زي ايه؟ ايوه مع ربنا، اللي هو بيقول لك تحصن مش عارف شغلك، تعمل ايه في شغلك. ايوه طبعا، من اكتر حاجات تحفظك من العين والحسد عامة يعني، وسبب في التوفيق وسبب ان ربنا يرضى عنك. فلما ترضيه يرضيك. اولا تقوى الله، اذكار الصباح والمساء، قراءة القرآن الكريم. حتى في مقولة بتعجبني جدا عن قراءة القرآن، بتقول من كان يريد الآخرة، من كان يريد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن كان يريد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن كان يريدهما فعليه بالقرآن. اللي هي الحاجات الطبيعيه للمسلم. طبعا الدعاء سبب في ادعوني استجب لكم. الاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وربنا قال في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. طيب بالنسبة ان في ناس بتقول لك ان في يعني القرين، ان الشخص اللي بيحسد بيسلط قرينه او معاه قرين قوي فهو اللي بيعمل الكلام ده ما فيش اي دليل عليه. هو القرين بيدفعه، يسمع كلامه ويا ما يسمعش كلامه. القرين اللي بيدفع الشخص. ايوه بيوسوس له، فانا اسمع كلامه ويا ما اسمعش كلامه. ربنا ذكر في سورة إبراهيم لما أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، ربنا سبحانه وتعالى جاب الشيطان يقف على منبر في وسط الناس اللي سمعوا كلامه، فقال كلمته المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، ما كنتش أقدر أتحكم فيكم إلا حاجة واحدة بس، أن دعوتكم إلا أن وسوست لكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. تسمع كلامي ليه؟ فهو الشيطان آخره معايا الوسواس، يا إما نفذ يا إما منفذ. طيب إزاي البني آدم يحصل نفسه من موضوع الحسد لو في شخص بيحسد أو الكلام ده؟ أذكار الصباح والمساء ويصلي الفجر في وقته وينسى طبعا الصلاة كلها وينسى الحسد من دماغه، يخرج الموضوع من دماغه. لو حرفيا أنا مثلا شفت شخص عمل موقف قدام حد قدام مني وحسده وفي نفس الوقت حصل الموضوع ده، ممكن يحصل طبعا. الحسد وارد عندنا في القرآن. انا كشخص بقى آمن بالموضوع ده ولا ما آمنش؟ انت لازم تآمن، لان الله ورسوله قال الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العين حق موجوده، ولكن مش زي ما احنا الثقافه اللي عندنا، مش كل حاجه عليها الحسد. طبعا لان لو ربنا سبحانه وتعالى ساب الحسد يخرج علينا كده كان زماننا كلنا في المستشفيات. طيب بالنسبه لحضرتك، يعني اول فيديو انا شفته لحضرتك انك كنت بتقول ان الحمامات ما فيهاش خبث وخبائث. عايزين نعرف النقطه دي بالتفصيل اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخلاء ده مكان جاي من الهو فاضة، فكان ايام زمان العرب والاوروبيين لما بيقضوا حاجتهم بيقضوا في مكان فاضي، ما كانش عندهم حمامات زينا. فلما كانوا يقضوا حاجتهم الحاجه دي بتبقى على الارض، مفيش سيفون بيضغطوا عليه فينزل تحت الارض. فلما البول والبراز يجتمعوا في مكان معين لمده فتره كبيره يعني، وواحد ورا واحد ورا واحد الشياطين بتتجمع في الاماكن دي. فهو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ندخل على مكان زي كده نقول دعاء دخول الحمام او دخول الخلاء. اما حماماتنا دلوقتي كلها سيراميك وكلها قاعده وبانيو او حوض، ويوم ما يحصل اي حاجه بنطرح السيفون مكان بقى نظيف. تمام. طيب بالنسبه للناس اللي بتتلبس في الحمام، ما دام الحمام ما فيهوش اشمعنى اشمعنى ناس معينه اللي بتتلبس؟ عندنا اكتر ناس مين بتتلبس؟ تلاقيهم الناس بتوع الارياف برضو، الثقافه هي خلاص. اشمعنى هنا بقى في المجتمعات اللي حوالينا مفيش الكلام ده كله؟ اول ما تقع خلاص اتلبست. الكلام ده مش مظبوط. الحمام جزء زي اي جزء في الشقه، الا لو البول والبراز كان موجود فيه مفيش فيه نظافه، ده قصه تانية. يعني اوضه النوم نفسها لو فيها بول وبراز
والفترة كبيرة يتجمع فيها الشياطين. مش المكان نفسه، الفعلة نفسها هل موجودة ولا مش موجودة. هي دي الفكرة. طب بالنسبه برضو للناس اللي هي بتقول لك اتلبست في الحمام يعني، ما عشان يعني الواحد انا كان في حد اعرفه بيقول لي انا ليا حد قريبه دخل الحمام واتلبس وما يقرا عليه قران يطلع اصوات غريبه ويتكلم بطريقه غريبه. ايوه، ما هو عشان خاطر هو عايش الموقف. ممكن واحد يعيش الموقف، ايوه ممكن واحد يعيش الموقف. زي مثلا في اخت جابت لي زوجها، الراجل ده كان بيشتغل كتير جدا بال 18 ساعه في اليوم، فقلبه اجهد تعب، فراح للدكتور قال له اعمل لي اشعه عمل. فالطبيب ده قال له انت لازم تاخد راحه نفسيه، انت تعبان جدا، انت. الراجل نزل من عنده مهوم، بتقسم لي بالله ان هم طالعين على السلم في امان الله نازلين بتسندوا، واخد اجازه اسبوعيه، والراجل بدا وشه يصفر وبدا يخس فوديته الطبيب تاني، فقال له يا ابني انت محتاج شويه فيتامينات وترتاح، ما فيكش حاجه. تقول لي في اليوم ده كان عريس، والناس ومشهور طبعا عند الناس الكلام ده. فانا ممكن اوهمك بامر ما وتعيشه، وعيشه مش بيكذب، ده هو عايشه فعلا. طب انا اعرف الشخص الموهوم من الشخص اللي حقيقي لا ده المتخصص بقى، وبعد فضل ربنا عليه ليه بصيرة بقى في الموضوع ده. الأعراض خلاص. أنا مثلا رحت للدكتور قلت له يا دكتور مثلا أنا ريقي بينشف كتير وبدخل الحمام كتير، فهو بيقول لي أنا شاكك في سكر، والتأكيد بياخده بعد ما أعمل له تحليل. وأنا نفس الموضوع كده أسأله عن الأعراض، ولما أقرأ عليه القرآن، ولو تشنج طريقة تشنجه زي بعض الأسئلة اللي أنا مش حابب طبعا أعرضها على الناس، لأن دي بقى فيش بيها الإيه الموهوم من غير الموهوم. بس أنا كنت أعرف حد يدعي إنه معالج، بيقول لي مفيش بني آدم ماهوش ممسوس. الكلام ده طبعا مش موجود. بيقول أنا لو ممكن أجيب لك سماعة على عربية وأمشي في الشارع هقول آيتين معينين هتلاقي الناس كلها ماشية بتصوت. طيب قول له في العزاء، الناس في العزاء السماعات بتكون صوتها زيادة عن اللزوم. هو قال لي حاجات معينة، آيات معينة. الكلام ده مش مظبوط. فهل هو ده بقى؟ ولو كلامه صح، احنا بنصلي التراويح 30 يوم بنختم فيها القرآن. وبعض المساجد بتختم القرآن 3-4 مرات، بيقرأوا في الصلاة الواحدة بال5 أجزاء. اشمعنى ما بيحصلهمش حاجة ويكونوا خارجين أساسا عباد حاسين ان هم في حتة تانية؟ ليه ما بيحصلش الكلام ده؟ برضو انا حاطط مكان، يعني حاطط نفسي مكان الناس. بيقول لك ان في ايات معينه لو اتقالت بطريقه معينه بترتيب معين مفيش الكلام ده. بتحضر الجن او بتعمل قول له النبي كان يعرف المعلومه دي ولا لا؟ لو ما يعرفهاش يبقى انت بتفتي. لو يعرفها وما قالهاش يبقى خبى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يخبي حاجه عننا. بالظبط. ما لو قلت لك المجال بتاعي ده للاسف يعني دمار. انا نسمع فيه حاجات كتير قوي قوي قوي. طبعا بحاول على قد ما اقدر نوصل للناس الدنيا عامله ازاي. لا طبعا. طيب برضو النقطه بتاعت الحمام، لما شخص يقع في الحمام او يحصل اي حاجه، كان واقع في اي مكان، احنا كلنا بنقع، وعيالي بتقع في الحمام. ايه المشكله؟ ولا اي حاجه خالص. يا عيالي لو عندنا في الاكتاف، يعني الموضوع ده انا كنت بضحك عليه على اهلي وخالاتي والجماعه دول. لما طفل صغير يقع فوالدته بتقوم تحط لبن مكانه، لبن منها هي. ليه بقى؟ مكان الوقع. ليه بقى؟ تقول لك عشان ابن اخوه تقريبا او حد اتاذى فلازم اراضيه بشويه لبن. يا نهار ابيض. شوف ده من الجهل للاسف الشديد. طب لو اللبن انقطع عنك هتعملي ايه؟ او عندك اي مشاكل هتراضيه بايه بقى؟ بيبسي مثلا ولا حاجه. طيب السحر عامه هو علم؟ طبعا علم. ولا اذى؟ علم. ربنا قال يعلمون الناس السحر، فهو في علم. وبالنسبه للناس اللي بتأذي الناس بالسحر ده علم برضو؟ ما هم بيأذوه بالعلم الشياطين، هم بيجيبوه من كتب وبالشياطين بتعلمهم. بالنسبه للكتب والحاجات دي زي كتاب شمس المعارف، هل الكتاب ده حقيقي؟ انا جبت الكتاب مش قوي ولا حاجه، بس هو مشهور عنه هيصه طبعا. كتاب سحر طبعا، بس هو مدسوس فيه السم في العسل. ولكن ده في كتب تانية مش عاوز اذكرها يعني طبعا. اهو ده لسه هو عندي كتاب مصيبه من مغاربه للاسف مش مظبوطه، بنات مش مظبوطه بتشتغل هنا في مصر، وعشان خاطر الاغنياء تسحر لهم قال ايه يعني تجلبهم وتتحكم فيهم.
بعد اذنك هات لي الكتاب ده. انا هخبيه كده على الناس عشان ما حدش يشتريه. اللي تحت خالص الاصفر بيتعاملوا مع بس انا اخبي بس الاسم اهو، او حتى من شكله. وشوف المبيعات للاسف طبعا 7 للاسف. بصوا ودي حاطين، انا اسف يعني اهو الورد عشان حب للاسف بمني الراجل والله. يا مش بس ايه عامل دعايه للكتاب الكفري ده. طب الكتاب ده فيه اصلا حاجات فيه بينوش بس تعالى كده عاوزين بس نخبيه او خلاص هو كده خلاص لا كده مش هيبان. الكتاب ده زي شمس المعارف؟ لا شمس معارف جنبه طالب. هو شمس خد الترند خد الترند للاسف لان انا بجهل طبعا. اصل في ناس يعني حتى لما جبت الكتاب انا كنت منزله PDF وقريته ما لقيتوش ما فيهوش اي حاجه عادي كتاب. لا طبعا ممكن والله اعلم انا ما اعرفش اللي بيطبعه هو اللي عمل له الهيصه دي. ما المشكله بقى ان قال لك ان ساعه ما قلنا يا جماعه الكتاب ده ما فيهوش حاجه قال لك ما هي دي مش النسخه الاصليه. النسخه الاصليه هي اللي عامله الكلام ده كله. فين النسخه الاصليه؟ مش موجود. ما هي دي اي كلام. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للسحر احصن نفسي ازاي؟ هي الصلوات الخمس على وقتها، تمام. اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، قراءة قرآن الكريم ولو قليل، وابعد عن الحرام على قد ما اقدر. مستحيل حد يقرب منك، مستحيل، مش صعب، مستحيل. بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للملح، طب قبل الملح بس عشان لو حد قال لي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اتسحر. ايوه اتسحر بس قبل ما تنزل الفلق والناس، قبل ما تنزل تحصينة المسلم، قبل ما تنزل آية الكرسي. تمام. بس فلما نزلت ما يدوش عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر زينا زيه، ولكن هو طبعا أعلى درجات البشر يعني. بس هو بشر، إنما أنا بشر مثلكم. عليه الصلاة والسلام. طب بالنسبة للملح بقى، الناس اللي تقول لك الملح بيفك الحاجات دي ولوش ملح في المكان. هو الملح ده خدوه من باب الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طبعا أهل العلم اختلفوا في صحته، ولكن يعني يؤخذ به إنه هو كان واحد اتلدغ من عقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه وحط له في مكان اللدغة ملح. ومع التجارب مفيش مشكلة طالما هو أمر مش شركي، ولا بعتقد إن هو نفسه نافع الضار، فمفيش مشكلة يعني. طب ما في ناس دلوقتي بقت عندها يقين إن أنا أحط في بيتي ملح مفيش حاجة هتحصل، مفيش إنه ما بيشغلش. عشان كده أنا بقول لك إيه، لو أنا اعتقدت إن أنا أحط ملح في بيتي إنه هو اللي هينفعني، فدي مصيبة، لأن ممكن أدخل في شرك، لأن النافع الضار وحده هو الله سبحانه وتعالى. اما الناس بقى بيقول بتوع الطاقه بقى ويسحب الطاقه السلبيه ومش عارف ايه، دي من الخزعبلات اللي هي ملهاش اي دليل وبيضحكوا بيها على الناس يعني عشان البيزنس يعني. السؤال ده مهم قوي. الشخص اللي بيحسد ده بيبقى ايده، يعني بايده الموضوع ده ولا بيبقى غصب عنه؟ لا بايده. ازاي؟ بايده، ان هو مش راضي على حاله ومش راضي على رزق ربنا على الاخر، واللي يربي الموضوع ده ويخليه ينتهي من كده ان يتعلم دين ربنا سبحانه وتعالى، فيؤمن ويعرف ان ده كل ده مش بايده، ده حاجات ربنا سبحانه وتعالى اختص بها عباد معينين، ولو اداله اللي عند اخوه ممكن لا طغى في الارض. فهو بقى هو بقى لو صالح وعنده علم في الدين هيبقى في الاخره هو اللي غني. هو يختار بقى غناه وفقره، عاوز يبقى غني او فقير على حسب عملك يوم القيامه. طب بالنسبه اللي هو بايدي وانا عارف ان هو بايدي اهو، فانا خلاص اتعودت ان انا اللي بقيت بحسب، هل ده باخد وزر عليه؟ طبعا ده ممكن يوصل للكفر. الشيطان حسد آدم لغاية ما وصل للكفر، إن أنا بقول يا ربنا أنا مش راضي، اللي أنت عملته خطأ، ومش راضي على قدرك على فلان، وأنت اللي عملته غلط، فأنا اعترضت على الملك. فممكن يوصل في الآخر الكفر، إن أنا بقول لربنا أنت غلطان بطريقة غير مباشرة. طب حتى لو هو بيعملها بسكة هزار هو عارف إن أنا بحسد فباخدها بهزار؟ لا الحاسد عارف. في فرق بين العين والحسد. الحسد واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط، قلبه فيه سواد زي ما قلت لحضرتك، يتمنى زوال النعمه اللي عنده، او كمان حتى ما تجلوش، بس اهم حاجه ما يشوفهاش على ايه، على اخوه او اخته. اما العين ممكن تقع من واحد غصب عنه، مثلا واحد شاف في ابنه امر معين ومنبهر بيه زياده عن اللزوم وما بيقولش اللهم بارك، فممكن يقع عين في ابنه
وطبعا هي اقل درجة من الحسد. طيب بالنسبة برضو للسحر، احنا عارفين للسحر انواع، مم. بس اشهر حاجة منه السحر الاسود. مظبوط، بس ما ده- بيتعملش، ده مش سهل يعني، ده واحد يكون يعني زي ما تقول واخد دكتوراه في السحر. دكتوراه في السحر. يعني واخد. طيب هل في انواع تانية غير السحر الاسود؟ طبعا. يعني في مثلا سحر ابيض، حاجة تتقال عليه لا سحر مش أبيض؟ كده، لا خالص. هو الاسحار مثلا بتتعمل على حسب كل واحد، عشان الناس اللي مش عارفة علم النجوم ده كفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفر. عشان ده دجال حاجة ولا هو السحر هو الإيه؟ نفس الدجال؟ لا الدجال حاجة الدجال وساحر. لا بالظبط. الدجال ده مش ساحر، هنجيله في وقته لا دلوقتي. ده حاجة تانية. أما الساحر ده بيستخدم النجوم، والناس اللي مش واخدة بالها بيقول لك أنت برجك إيه. ده الناس أساسا مش فاهمين ده شغل صحراء. مش ده دجال؟ لا أنا هم هقول لك. بيطلعوا يقولوا المستقبل وهيحصل لك كذا لا. براج. لا ده حاجة تانية هقول لك. تمام. الساحر بيشوف أنت مواليد إيه، يقول لك أنت برجك مائي أو هوائي أو ترابي أو ناري، وبناء عليه بيعمل لك السحر. فلو أنت مثلا ناري، فالسحر بتاعك بيعمله وبياخد مثلا اسمك واسم امك او حاجه من اثرك ويولع فيه. اشمعنى اسم الام؟ لاني انا اقول لك، ممكن الولد ده ما يكونش ابوه اللي هو جوز امه، اللي هو معتقد ان هو ابوه، ممكن تمام. امه تكون اخطأت فجابت من راجل تاني الشخص ده. اما الام واحده، البطن واحده، سواء من او فعلا جوزها الحقيقي او الراجل اللي اخطأت معاه، بس البطن واحده. بس البطن واحد. فهو الساحر عاوز يجيب بالظبط مين امه، عشان ما يكونش فيه اي خطأ، عشان يبعت الجن عليه مظبوط. عشان كده من ضمن الحاجات اللي نشروها السحرة في وسط الناس والاخوة الطيبين وقعوا فيها وهم مش فاهمين، يقولك انت خطيت على عمل مش بتاعك. لا مفيش حاجة اسمها كده. العمل ده لو ربنا قدر ان صاحبه يصاب بيه، مفيش حد في الكون هيصاب الا صاحبه بس، اللي معمول له هو. انا عديت البشريه كلها، عدت الجن عارف راح عند مين. بيتعامل ازاي هو الام بالذات؟ فعلى حسب كل شخص وبرجه خلاص بيتعمل له السحر. ودي انواع السحر يعني. وفي بقى السحر التفريق، وفي سحر الخيال زي ما حصل مع سيدنا موسى وبني اسرائيل، سحرة فرعون يعني. اسمه السامري. لا سحرة فرعون. سحرة فرعون اللي هي بتاعت الافاعي. بالظبط كده. اللي بيبقى شايف خيال. الحاجة خيال بس بالظبط كده. الجن الجن هو اللي ايه خيل لهم. تمام. سحروا اعين الناس. تمام. طب هو الساحر بيستفاد ايه من الكلام ده؟ الساحر ده بيكون عنده مشكلة بينه وبين ربنا، فبيزيد طغيان ويزيد بعد عنه ومحاربة ليه. عشان كده الساحر لو تاب واتقفش، يعني قبل ما يعني مثلا اتمسك وتاب وانت ماسكه، برضه يقتل. والله سواء كده او كده يقتل. ده دلوقتي في ناس تابت وطلع على التلفزيون لا خلاص، هم عملوا ايه وما عملوش ايه قبل ما يتمسك، قبل ما عفوا لو اتمسك الاول يقتل. يعني لو اتمسك قبل التوبة. انما لو تاب واتمسك دي خلاص. تمام. طب بالنسبة بقى للنقطة التانية اللي هو كذب المنجمون ولو صدقوا. الناس اللي بتطلع دلوقتي اللي هو لازم قبل ما نبدأ السنة الجديدة يجيبوا كام حد السنة ده هيحصل فيها 1 2 3. هي اساسا من ضمن واحدة في دماغنا، هي طالعة ترند اليومين دول. ايوه. هي اساسا مش عارفة جوزها طلع ونزل من فين. هي اساسا مش عارفة. طب عرفت منين ان احمد العوضي هيطلق في 24 25؟ لكذا سبب. اولا الناس دي اللي زي دي بيكونوا فعلا مطلقين من قبل كده، بس مش بيعلنوا الا بعد ما يخلصوا مشاهد معينة او مصالح معينة في افلامهم، عشان لو اعلنوا هيأثر على الفيلم، هيأثر على المسلسل. فهم متفقين مع المنتج والمخرج او حاجة زي كده، خلاص هنعلن ايه على اول السنة تكون ايه خلصت لك كل شغلك. فهي طبعا الناس اللي زقاها وحطها في المكان ده عارفين الكلام ده، او هي محتكة بناس منهم فبياخدوا المعلومة. زي ما احنا مثلا نعرف ناس معينة منهم، فانا بعرف عنه حاجات الناس كلها ما تعرفش عنه لاني محتك بناس تبعه. وهكذا. الحاجة التانية ممكن الجن يكون عارف. الشياطين هي كده معاها، كل واحد معاها قرينه من الشيطان. فهي لو واحدة أساسا مش مخيرة مش عرافة خلاص، فممكن وهي سايبة نفسها للأمر ده القرين بتاعها يوحلها
الامر ده لان هو عنده علم، شاف فعل ماضي ان هم اتطلقوا فيحلها الماضي عشان مش مستقبل. لا مش مستقبل، مستحيل حد يعرف المستقبل، مم. مستحيل. ولو كانوا يعرفوا المستقبل كان لما كان في امر معروف نهي عن منكر في السعوديه وهم بيمسكوا سحرة، كان السحرة والعرافين عرفوا قبل ما يتمسكوا ان في يوم كذا الشرطه جايه تاخدني، او الامر معروف نهي عن منكر جايه تاخدني، كانوا هربوا او خرجوا من البلد. ده حقيقة. الجن لو كان يعرف ان سيدنا سليمان مات وهو متكئ على عصايه ما لبثوا في العذاب الشديد. بالظبط. فالمستقبل محدش يعرفه، الماضي ممكن يعرفوه، تمام. ممكن مش اكيد، بس ويبنوا عليه 99 ايه كذبه، يعني صدق واحد. ده اللي هو بيبقى القرين. القرين او العرافه، او هي تكون عرافه مخاويه. العرافه زي بتوع الودع اللي في الاسكندريه. العرافة كشخص بتعرف الماضي؟ ممكن تعرفه، ممكن تعرف. طبعا. طب تعرف ازاي من غير مساعدة؟ او اي مساعده، هو العرافه دي مخاويه جن ده اللي أنا باعت بتكلم نفسها فيه. للشيطان، فهو انت معاك قرينك، والقرينك ده ملازمك 24 ساعه، وهي معاها الجن اللي هو سخرها، مش هي اللي سخرته. فالجن ده يسال الجن اللي معاك قرينك، يقول له كان فين امبارح، كان فين الاسبوع اللي فات، فيديله معلومه، فهو يبسلها ده كان كذا. او انت ماشي كده تقول لك يا فلان يا ابن فلان او كذا، تندهلك بس. تمام. طب الفرق ما بين القرين والخبث والخبائث والشياطين؟ هما كلهم شياطين، بس مش الجن كله كده كده، هما كلهم جن. تمام. بس فئات. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. بيختلف طبعا أصحاب، في مسيحيين وفي يهود وفي مسلمين وفي الملتزم وفي العاصي وفي الصوفي وفي السني ماشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم كل ده. أما الشياطين دول جايين من إبليس، خلاص ملهمش ملة غير عبادة الشيطان، إنه يسمعوا كلام الشيطان اللي هو عصا ربنا سبحانه وتعالى الكبير بتاعهم. دول واخدين عهد كده وطريقة في الحياة إن أنا أضل الناس عن سبيل ربنا، بس أدخلوا معايا النار، هو دي شغلته. تمام. بس وبالنسبة للباقيين خبث وخبائث، ما خبث وخبائث الإنسان؟ لا خبث وخبائث هم شياطين، هم برضو الشياطين. خبث وخبائث هم الشياطين. مجموعة برضو من الشياطين، بس مش موكل بالإنسان، يعني هم عايشين لو الشيطان احتاجهم في حاجة يجيبهم. طب هل حقيقة ان في مثلا حد في بيت او في مكان او في كده بيبقى في كل ركن في البيت فيه حد ساكنه؟ لا، هو في عمار بيت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، بس احنا من باب التجارب، لان الجن ما بيحبش يقعد في وسطنا كده، عشان ممكن اخبطه ويتأذي، ممكن ادلو عليه حاجة يتأذي. فاكتر مكان آمن هي الزوايا، انت بتروح عند زاوية اوضتك محدش بيقرب منها. فهو مع التجارب او مع الاجتهاد ممكن يقعدوا في الزوايا، ممكن. وبيقعدوا يعملوا ايه في البيت اصلا؟ هو عمار البيت هما كده كده ليهم حياتهم ولينا حياتنا، لان منهم المسلمين العاديين، منهم المسلمين العاديين خالص في حالهم وحالنا، ومنهم طبعا غير كده. طب لما يبقى في شخص بيتفرج مثلا على فيديو او بيتفرج على اي حاجة، بيبقى نظام تحضير جن والحاجات من دي، هو بيقعد يتفرج كده بيحس ان الدنيا حوالين منه بتخبط، في موقف حصل، في حد خبط الباب، ممكن حد ده بيبقى فعلا كده ولا ده وهم؟ الوهم اكتر. لان انا ممكن ساعة الموقف ده جاري بيعمل حاجة وانا اعتقد ان الجن متسلط عليا، وممكن الجن بيلعب اللي شافه تافه فبيلعب بيه، ممكن. طيب هو ممكن حد يتلبس او يحصل له حاجة من افلام او كده؟ لا، زي اخر ضجة اللي طلعت بتاع فيلم سجين. لا بس لو الشخص نفسه اترعب زيادة عن اللزوم، رعب بقى اللي هو مش قادر يمسك نفسه وعمل كده، وفي مثلا جن حطه في دماغه، فممكن يحصل الكلام ده. بس في الطبيعي لا. انا سمعت ان في شيوخ طلعوا شفت لهم فيديوهات قال لك ما حدش يتفرج على الفيلم ده عشان في طلاسم كفريه، بس ما هي الطلاسم لا عشان حرمانيه الطلاسم. عشان حرمانيه الطلاسم. اما اللي يقول لك يتلبس يبقى ما يفهمش حاجه. لان الطلاسم لما بتتعمل لازم تتعمل لانسان معين موجه باسمه واسم امه او حاجه من عرقه او صورته او حاجه معينه. كان في فيلم عربي انا مش متذكر اسمه دلوقتي، بس كان المخرج جايب حد مشهور قوي في مصر وعمل مشهد زي حوار سجين. سمعت عن واحد بعد ما حكوا لي عن فيلم سجين قالوا لي على الفيلم ده
ان هو جايب ساحر فعلا حقيقي. وقال طلاسم. بس ما تضرش. كل اللي في السينما قال لك اتخانقهم وصوتهم وخدوا بعضهم ومشوا وما عادش طايقين الفيلم. لا الكلام ده مش يعني ما هو اللي بتوع سجين في السينما ما حصلهمش حاجه. ليه بتوع سجين اللي هم دخلوا السينما يتفرجوا على ما حصلهمش حاجه؟ ما لازم يعمل، ما هو لو عاوز اعمل دعايه للفيلم اعمل بقى ضجه زي كده بس. حلو، تسويق حلو. تسويق حلو. ما ده المفروض نعمله في الحق. طيب هو القرين بيساعد الشخص الدجال مثلا، الساحر مثلا او الساحر او ايا كان او عراف بيساعده مجبر ولا هو في ايده ان هو ما يساعدش؟ في ايده ما يساعدش. طب هو بيساعد ليه؟ عشان يضل المسلم. انا لو اعتقدت ان ده يعلم الغيب انا ضعت. انا بتكلم دلوقتي انا معايا قرين فحد حابب يأذيني فقريني راح ساعده. ليه بقى بيروح يساعده؟ عشان خاطر تتضر. انت مسلم فلازم مصلحتي ان اشوفك مضروب عشان خاطر يتمكن منك اكتر. القرين بتاعي اصلا بيبقى برضه ليه وظيفه او حياته متاسسه انك تروح في 60 داهيه مع ربنا. والله طبعا هو وظيفته مش بيحافظ عليك ولا بيساعدك للخير ولا الكلام ده. مفيش الكلام ده، شيطان. اما في قرين تاني من الملائكه. كل ما تكون قريب من ربنا كل ما سبب في الحفظ وسبب يدلك على الخير وهكذا. وفي ملائكة تانية كل ما تكون مع ربنا تستعين بالله يخلوهم لك زي حراس. سورة الرعد يحفظونه من بين أيديهم ومن خلفهم. في ملائكة للحفظ. ده غير القرين. لو أنا عندي شغل مثلا، أنا مثلا عندي شغلي الخاص بي، مرة واحدة الدنيا باظت وانت عامل كل حاجة مظبوط، فقام جاي شخص قال لك ده بسبب ان حد عمل لك عمل. هو ممكن العمل يوقف الرزق؟ مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. اكتر حاجة تضرك في شغلك، اكتر حاجة اولا الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم العبد الرزق بالذنب يصيبه. تصيب ذنب يأثر على الرزق. الرزق ده انواع طبعا، فقال له الفلوس عندك التوفيق والحفظ والتيسير وراحة البال، كل ده رزق. ولكن في الذنوب وخاصة الفهلوة وعدم الضمير في الشغل والنساء والزنا ده يدمر لك الشغل، والتعامل بالربا يدمر لك الشغل. بالنسبة للسحر مفيش سحر يعمل كده. ولو السحر بيتدخل في الفلوس، أمريكا دلوقتي دخلت مع روسيا حرب غير مباشرة، تمام، وعملت عليها حظر اقتصادي، تمام، وروسيا ردت عليها إنه منعوا الغاز. طب ليه ما مريحوا نفسهم وعملوا لروسيا أو البنك المركزي أو لبوتين سحر ويتحكموا فيه ويأثروا على الرزق، بدل ما يدخلوا في تحدي أوروبا الغاز عندهم يزيد الضعف والناس تشتكي. لا في سؤال قريب من ده جه في دماغي دلوقتي، اللي هو ليه عندنا احنا الناس اللي هي الغلابة والناس الحريم بتوع الأرياف بالأخص الحريم هم اللي دايما بتلبسوا، والبنات بتوع أمريكا والحتت دي ما بتلبسوش، مع انهم أحلى بكتير من اللي عندنا. هما بيتلبسوا التانيين برضو، خد بالك، بس بقلة. ايش معنى؟ عشان خاطر انا كل اعتقادي واللي بيربوه لي ان اللبس والسحر والجن والدجالين هناك والمشعوذين عشان يتحكموا في الناس. يقول ايه مثلا على سبيل المثال، يعني واحد بيقول لي والله عندنا في القرية الراجل اللي هناك لو ما رحتش اديته في يوم دخلتي 300 جنيه ساعتها، يعني ممكن يقول يربطني. كنت لسه هسألك على الموضوع ده. ايه يا عم ده يربطك؟ ايه يا عم؟ كنت لسه هسألك. ايه يا عم؟ هو ده من الجهل. ان في حد جه في مره قال لي الموضوع ده، قال لي انت لسه ما اتجوزتش فاعمل حسابك يوم فرحك لو ما عملتش معاه مش عارف ايه والله لا اربطك. فقلت له انا مستني الربطه دي. فهو ايه الموضوع بقى بتاع الربط واللي انت هو ده بيضحكوا بيه الناس، ده بيضحكوا بيه على الناس. فهو انا داخل بإيحاء نفسي ان انا هتربط. ده الواحد بيكون زي الفل مثلا مع زوجته، يجيله مكالمة مش على المزاج او تأثر على مزاجه بيفصل. ما بالك خايف وهتربط وجن وساحر وقلة علم في الدين وقلة علم عن ربنا سبحانه وتعالى. طبعا جالي في مرة هنتكلم في الموضوع ده اللي هو موضوع الآثار، الجن والحاجات دي في الآثار. فأنا كنت موجود في مرة لقيت حد بيخبط عليا في البيت عندنا،
ففتحت له قلت له اتفضل. قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. فبقول له امرني تحت امرك. فبقول لي انا جاي وانا معدي من الشارع، فدخلت عليك كده حاجه جابتني لحد عندكم، حبيت اعرفك ان البيت عندكم مليان خير. قلت له انا الحاجه بتربي طيور على السطح، لو محتاج فرخه ولا حاجه. قال لي لا انا ما اقصدش الخير ده. قلت له امال انت تقصد ايه؟ قال لي الخير اللي بيبقى تحت الارض. قلت له ماشي سيبه وانا عايزه زي ما هو. قال لي لو حابب ان احنا نطلع. قلت له يا عم اتكل على الله، اتكل على الله، مش بتاع الكلام ده. اكترية الناس اللي زي دي طبعا الشياطين بتتحكم فيهم وكدابة، ولو هم صادقين المليون مرة اللي دخلوا فيها بيوت الناس وحفروا تلاقيهم ما طلعوش ولا مرة. والدليل على كده تلاقيهم هو جاي لك في توك توك، لو طلع مرة واحدة كان جالك بعربية مرسيدس ولا حاجة. ما كانش جالك. طب ايه الموضوع بقى ان هو يعني الجن والحاجات دي في المواضيع دي، هل ده موجود فعلا؟ اشمعنى مثلا وزارة الآثار لما بتيجي تطلع ايه زي حواس انت بتطلع بالجن ولا هو بيتريق على الناس دي؟ هم بيستخدموا العلم. عندهم قبر معين في كلمات معينة او كلام معين فبيمشوا عليه. هنا مثلا لما توصل عند الهرم ده امشي مثلا 100 خطوة قدام مش عارف ايه ناحية الشمس كده، علمهم فبيطلعوا بالطريقة دي. طب ودايما الناس اللي بتبقى موجودة في الموضوع ده او في الحفر او في الكلام ده بيقول لك احنا دايما بنشوف جن وحد اتلبس وحد حصل له. قول له صوروا لي. مفيش فيديو واحد طلع لغايه دلوقتي. فيديو واحد في مئات ايه عشرات الالاف من الحفر. فيديو واحد يا راجل. ومخبيين الموبايلات عشان ما يتقفشوش. لا الكلام ده مش مظبوط، مفيش الكلام ده. طب بالنسبة للمشرحة والأماكن اللي بيبقى فيها التراب، الجن مش دعوة بالمشرحة ولا بالميت، ولكن اتفضل. لما في جن سفيه لما يشوفك خايف من أمر معين يستخدم خوفك ضدك فيلعب عليك مجرد لعب. بالنسبة للفيديوهات اللي اتصورت في الأماكن اللي زي دي ممكن لا أكتر كراسي بتتخبط. لا ممكن يحصل الكلام ده، ولكن يعني نادر، يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، نادر جدا. نادر جدا الكلام ده. طيب كان فترة استاذ شيخ احمد طلعت كده كان زي ترند ومش عارف اقوله ولا ما اقولوش، بس انا عملت الموضوع ده ما جابش نتيجة. بقول لك عشان تشوف القرين بتاعك ممكن تقف في الحمام بطريقة معينة بحاجة معينة في معاك لمدة دقيقة او دقيقتين وهتشوفه. الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده مش مظبوط. لان لما عشان تشوف الجن اولا ما حدش يقدر يشوف الجن على حقيقته، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. شكله الحقيقي ما حدش يقدر يشوفه. اي حد تاني ممكن يشوفه بقى بطريقه اللي هو مش شكله حقيقي، ياخد شبه يعني حيوان كلب قطه عجل، ياخد اي شكل تاني ممكن ويطلع بالمظهر ده، او يطلع ياخد شبه الانسان بس مش انسان، مش موجود يعني مش شبه حد معين. يعني في شبه من الانسان بس مش يعني مش بشكلنا احنا، شكلي مش موجود. لان لو الكلام ده الله سبحانه وتعالى سابه يطلع بشبهي انا ممكن يدخل على زوجتي على اساس ان انا، او يسرق في مكان معين ويتصور مين اللي سرق احمد فاحبسوه عشان يوديني في 60 ده. فربنا مسايبهم كده طبعا. طب هل في حاجة قريبة لهم؟ يعني وصف قريب لهم؟ محدش يعرف حقيقته. محدش يعرف حقيقته. انا حصلت معايا في مرة انا شفت حاجة كده بس هو ما كانش في ملامح. ايوه يطلع على اي هيئة. هو جثة انسان بس ما فيش تفاصيل، سواد بس. ممكن بس على جثة انسان. ممكن بس مش من مصلحته انه يظهر. لانه هو بياخد قانون وحكم الجسد ده، اتحول لكلب كأنه كلب حقيقي. لو مسكته ورزعته علقة هو بيتضاد والله. هو ما يقدرش، ومش سهل انه يرجع لاصله. يعني مش فجأة يتحول، لا بيتمرمط. عشان يتحول بياخد وقت كبير. لان لو كان بيتحول ايام النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابو هريره ولع على بيت مال المسلمين وكان الشيطان على هيئه بشر كان بيدخل يسرق وكده، سيدنا ابو هريره يمسكه ويقول له سيبني ومش عارف عندي عيال لغايه ثالث مره النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ذاك شيطان صدقك وهو كذوب.
فلو هو كان بايده يختفي كان اختفى من ابو هريره بسرعه، بدل ما يتذلل له كده ويقول له ايت الكرسي تحفظك اذا اويت الى فراشك وهكذا. طيب بالنسبة ان هم بيتحولوا زي ما حضرتك قلت الحيوانات او الكلام ده، هل ممكن اعرف الحيوان ده؟ يعني احنا عندنا معتقد، انا بعشق القطط، عندنا معتقد ان القط الاسود ده جن، الناس كلها تخاف تجمده، الناس كلها تخاف هو تربيه. عامه الشياطين تحب تتهيأ على السواد، مم. يعني هم يحب السواد الضلمه، يحبوا المكان الفاضي، يحبوا الكلب الاسود، يحبوا القطه السوداء يتحولوا عليها كسواد. طب انا اعرف ان مثلا دي مش هتعرف، متتعرفش. ما تعرفش. طب حتى لو مثلا، طيب لان احنا خلاص بقينا مجتمع ان هو خلاص بيخاف من القط الاسود، لا خالص. فلو القط الاسود جه عندي البيت اكروشه، اعمل اي حاجه ولا حاجه، اكيد حتى ممكن يكون طب جن، ممكن يكون بالظبط. جن عادي، جن غلبان بس خد اللون الاسود. وممكن يكون شيطان سمي الله على الاكل، هو لو شيطان مش هيعرف ياكل. انا اقدر اطلب من قريني انا حاجه، ولا هو لازم مع تطلب حد حاجه تاني؟ زي ايه يعني؟ اي حاجه يعني برضه انا حاليا مفيش حاجه في دماغي، بس مثلا زي ما بيقولوا حضرته وطلبت انه يعمل لي حاجه، يعرف لي فلان، يعرف لي علان، ده بيعمل ايه، ده ما بيعملش ايه. لو هيضلك ممكن يديك على قد ما يقدر. انا بتكلم كقريني، انا اقدر اعمل منه الكلام ده؟ اي ممكن يعني، ولا هو لو أصلاً ما استعنت بيساعدش؟ بيه. لا بيساعدك في الحرام. بيساعد اصلا في ممكن الحرام. في الحرام اي حاجه تضلك وتبعدك ويعرف يسيطر عليك، ممكن يساعدك على قد ما يقدر، لان ربنا مديله سلطان يعني قدره معينه معاه. الجن اقوى ولا الانسان في ايه؟ في كل حاجه، في الخلق، في التعامل، في قوه الايمان، في كل حاجه. مين اقوى؟ الافضل ربنا سبحانه وتعالى فضل بني ادم. مش الافضل، الاقوى. يعني في ناس تخش مكان معروف ان المكان ده مليان، يقول لك عادي انا ايماني اقوى. ايوه ما يفرقش لا لو معايا كده عادي. ما هو والجن يخاف منه، يعني زي عمر بن الخطاب. ايوه. لا انت دلوقتي انا بتكلم من الناحيه الجسديه. الناحيه الجسديه حاجه، والناحيه الايمانيه حاجه تانية. طبعا الايمانيه ضد الشياطين طبعا تكسب، اي مسلم يكسب. مستعين بالله فقط، ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ضعيف ايه؟ لما تكون انت بذكر ربنا، مع ذكر ربنا. اما الشياطين عنده ربنا اداله قدره مش موجوده عندنا، ان هو ممكن يطير، ممكن يعوم، خطوته ممكن تبقى سريعه، بس ده مش هيفرق معانا احنا في حاجه، ده هما مع نفسهم طب يعني. اكيد حضرتك عارف قصة ملكة سبأ. مملكة سبأ. ايوه. ان اللي جاب اصلا عفريت من الجن اللي كرسي سيدنا بس سليمان، ده في ايام سيدنا سليمان، ما كان بني ادم، ما كانش جن. لا جابه باسم الله الاعظم، مش هو اللي جابه، دعا الراجل ده، دعا بالظبط، هو كان شخص. أيوة. انا كنت فاكر ان هو كان جن، بس لما لا قريت هو الاصل. وكمان يعني هم ما حدش يعرف مين اللي جابه فعلا الشخص ده، ولكن انا اختار الرأي اللي هو طبعا الرأي ده نادر، ان هو سليمان نفسه اللي جابه، مع ان ربنا ما قالش سليمان. طب انا اقول لك بقى ليه بقى، ما دي قصه تانية بقى مش عاوزين ندخل فيها عشان الوقت. لا قال دليل يبين ان هو قال ايه، ليبلوني ربي أأشكر ام اكفر. بيختبرني ربنا اشكر ايه ام اكفر. فهو الايه لما قال ايه، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مين اللي عنده علم من الكتاب أكتر من سليمان، أكتر من نبي في الوقت ده؟ في أي وقت في حد أعلم من النبي؟ ده طبعا بالله سبحانه وتعالى بس. طبعا. فده أبسط إجابة يعني. تمام. ما هو برضه كان في ذو القرنين كان عنده علم في وقت سيدنا إبراهيم. لا ما كانش مع سيدنا إبراهيم. خضير كان عنده علم. سيدنا الخضر على الصحيح نبي، بس في ناس كتير، في أقاويل كتير، أو يقول لك مش نبي، هو رجل صالح. بس هو في حاجات دليل إنه هو نبي. إيه اللي عرفه إن الولد اللي قتله لما يكبر هيبقى كافر وطاغي؟ في شخص عادي يعرف مهما بلغ صلاحه إلا واحد يعني يقتله. ناس خدوا بقى الحتة دي، إنه بيقول لك إن ممكن في أشخاص تبقى قريبة من ربنا قوي لدرجة إن ربنا ينور بصيرتها تبقى عارفة إيه اللي هيحصل. لا الكلام ده مش مظبوط. هي عارفة هيحصل إيه؟ لا هو في طبعا بصيرة من الأحداث مثلا اللي حصلت وقريها، ربنا مديله بصيرة بسبب كده هيحصل كذا، بسبب العلم وكده. بس إن فلان ده طفل قدامي لما يكبر يبقى طاغي واحكم عليه بالقتل واقتله، لا في حاجة اسمها كده مفيش. هو عشان عنده علم إن هو ربنا سبحانه وتعالى
وربنا قال ايه؟ وعلمناهم من لدنا علما، علمنا من عندنا احنا العلم. ما هو ده دليل اهو ربنا نعلمه. بس مش موضوعنا عشان ما نخرجش الحلقه طول. خلينا في موضوعنا بقى. اهم سؤال بقى، هل ينفع يبقى في تعامل ما بين الانسان والجن كمعيشه كزواج؟ ما ينفعش، مفيش جواز كده مفيش انا في ناس لك انا متجوزين ومخلفين ومش عارف. طب هات عيالك وروم ما بيظهروش غير ليا ده يبقى هو متروك عليه. والمدام بتروح تستعمل له كل يوم شكل مفيش الكلام ده. او ممكن تجيله في الحلم وممكن تظهر له، بس جواز ومش جواز ربنا ما خلقناش كده، لان احنا طبيعه وهم طبيعه. مفيش جواز بين الانس والجن، مع ان في ناس اتكلمت في الموضوع ده، ولكن ايش عرفك ان هي مسلمه؟ شفتوا بطاقتها؟ ما هو اصلا اللي بيبقى مقتنع ان في جن يقدر يتجوزه ما مش هيفكر بقى في مسلمه ولا مش مسلمه. طبعا لا. هو الموضوع كله مش لو الامر كان فيه خير لسبقونا اليه الصحابه. طب ما بخصوص الموضوع الصحابه، او حتى انه في ناس بتقول لك ان سيدنا سليمان اتجوز من جن. مفيش دليل على كده، مفيش اصلا. مفيش. ربنا ما اتكلمش ولا النبي صلى الله عليه وسلم في جوازه، لان ربنا لو شايف ان في مصلحه انه يحكي لنا جوازه كان حكاها لنا. ربنا ما حكاش ان سيدنا سليمان هل عنده، سيدنا موسى عنده عيال ولا لا، خلف ولا لا، لان مش هيفيدنا. لو في افاده هيقول لك. ربنا يديك المختصر المجمل المفيد، الاثنين مع بعض على حسب الواقع نفسها. تمام. طيب في ناس بتعمل حاجات مش طبيعيه. يعني مثلا خفة يد، حاجات من دي. يقول لك ده السحر هو اللي بيتحكم او الجن اللي بيتحكم. لا هو ايديه حلوه. طيب هو ممكن اصلا الجن يقدر ان هو يتحكم في الشخص، يعني يخليني اعمل حاجات بره ارادتي؟ لا. في ناس تقول لك مثلا ده انا كنت نايم وبعدها تاني يوم صحى اكتشف ان في خلال الفتره اللي هو كان نايم فيها عمل كذا وعمل كذا والناس بيحكوا له. يعني عمل كذا ما كنتش انا. يعني عمل كذا، يعني قام اتحرك. لا ده العقل عمل مشكله. لا مش لا. العقل اللاواعي ممكن واحد يصحى يروح يشرب ميه، يدخل حمام ويرجع ينام تاني وهو مش داري، بس ده عنده خلل. خلاص. اما يمشي بقى ويتحكم ويتكلم مع ده ويضرب ده ويروح الشغل، مفيش الكلام ده. في ناس بتقول لك انا بعمل الكلام ده وما طلعش انا. لا خلاص يسرق انا مش كده ويضرب مش كده. بالظبط. في ناس بتقول حجه. في ناس والله بتقول كده. في ناس بتسرق وتقول لك ده اكتشفت ان الحاجات دي عندي انا ما اعرفش انا عملتها ازاي. كان النبي قالها بقى عشان ما يتحكمش عليه بقطع الايد، عشان ما يبقى معذور. يعني هو اصلا الطبيعي الجن ما يقدرش يعمل حاجه زي كده. هو مش قلت لك الايه في سوره ابراهيم وما كان لي عليكم من سلطان، ما قدرتش اتحكم فيكم. يعني اروح خلاص الشيطان دلوقتي متضايق من القعده زي دي يروح ماسك ايديه راح ضربك. والله ما انا ده هو عشان تقوم من قدامي بالظبط. ولا نحكي ويقفل بقي ما تتكلمش. بالظبط. بس طيب هل انت حضرتك الاول سؤال مهم الاول، الارض كرويه ولا مسطحه؟ الله اعلم. بس هو انا اقرب الارض قلبي يعني انها كرويه. تمام. هل بقى الجن يقدر يعني في ناس كتير بتقول ان وكاله ناسا مستعانه بالجن وحاجات زي دي عشان يضللوا الناس؟ لا دي ما عنديش خلفيه بيها، بس عامه العلمانجيه يعني لان في كتير منهم علمانيين وفي منهم طبعا مسيحيين وناس كويسه مع اختلافنا يعني معاهم، ولكن مش معتقدين بالجن يعني خالص. طب هو ليه اصلا الناس اللي بتحضر بقى وبتعمل الحاجات اللي هو دجل وكده المقاطعه عصريه الاقباط اصلا اللي هم النصارى بيقولوا مش بيؤمنوا بالجن اصلا؟ لا بيؤمنوا ازاي؟ انا في كلام مع نصارى زمان. لا كنيسه هم بيعالجوا من ايه اللي هم العلاج ده، هم اساتذه في السحر اساسا. مش انا قصدي يعني في اللي هم في حاجات عندهم ما بيؤمنوش بيها. ممكن بس لا مؤمنين بالجن عشان عندهم في كتابهم. في ناس مسلمين كتير مش مؤمنه ان في جن اصلا. ده علماني يعني او مش فاهم مش جاي اصل. لو انا قلت مفيش جن يبقى وانا فاهم ان ربنا قال كده وانا بقول مفيش، ده انا بره الاسلام. لان ربنا قال وانا بقول لا ربنا غلطان، بره الاسلام. طب انا بتكلم بقى الناس اللي هي يعني بيحضروا او بيعملوا او الكلام ده، هل يقدروا يستخدموا الجن ان هم يعرفوا الارض كرويه ولا مسطحه؟ لان ده عليها جدل كتير جدا. اعتقد ممكن، لان في انواع من الجن القوي جدا ممكن يطلع للسماء فوق. لا مش السماء الاولى، السماء بتاعتنا مش يتخطى السماء الاولى، السقف ممكنش. انا بكلم ان يطلع فوق الارض فوق السحاب زي الطيارات وفوق الطيارات، فممكن يعرف. تمام. طيب انا كنت عامل فيديو على القناه عندي
حاجة اسمها شجرة الموت. قصة الشجرة دي باختصار ان حد قتل حد، ومن بعد ما قتل المكان ده بقى ملبوس. مكان ايه بقى؟ الشجرة. وحد كان 2 صحاب ما بينهم خلاف عند هو- الشجرة، فواحد قتل التاني وعلقه على الشجرة وسابه ومشي. هو عامة الجن لما يشوف حد خايف وهو جن سفيه ممكن يخوفه، اما لو شافه منفض عادي ولا يقرب منه. انا بتكلم في حتة اللي هو انا لما جيت اروح ملهاش أصور- دعوة عامة قتل بقصة الجن خالص، وما وردش اي حاجة في الحاجات دي، لان اي امر غيبي لازم ليه دليل. تمام. معاك دليل ومعاكش دليل، بس في دليل قول لي بقى دليل من القرآن والسنة. ليه؟ لان القرآن هو ربنا اللي خلقهم، والسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفهم لان هو نبي. اي حاجة غير كده يعني انا اؤمن بيها بدليل، لان انا حاجة مش يعني شايف. هتلاقي دايما في مثلا لو بيت مسكون او حاجة زي كده او كده وكده، تلاقي دايما يقول لك ده كان صاحبه اتقتل، البيت ولع باصحابه، البيت مش عارف اللي حصل. البيت ده اتساب فترة كبيرة، هي دي الفكرة. لو اتساب فترة كبيرة كده لو هو مفتوح، الجن ممكن يقعد فيه عشان يبعد عن البشر، عشان البشر ما يأذوش. في جن عادي طب ما لما يجي البشر بعد كده بيروح، مش المفروض انه يمشي ولا بيمشوا. يبدأ بقى بيمشوا. يزعج البشر؟ لا بيمشوا. لا بيزعج البشر لو بقى بشر تعبان، اما في اماكن كتيرة بتكون متسابة وبيسكنوا فيها وخلاص وبيمشوا من المكان. وربنا قال لنا كده وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ليها قصة ان هم العرب كانوا مسافرين في مكان معين مهجور، فالجن شافهم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان احنا يلا نمشي من المكان ده عشان البشر جايين. فلما شافوا ان البشر بيستعيدوا بكبير الجن من الجن الصغير عشان ما يلعبش بيهم، قالوا عليهم تافهين يلا نلعب عليهم. عشان كده استعانوا بقى بالجن فزادوهم رهقا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم. ده المختصر القصه يعني هو ما فيش الموضوع ده اللي هو ايه، اللي هو مكان يبقى حصل فيه جريمه او حصل فيه اي حاجه ملوش وفضل دعوه. ملبوس. لا ما فيش، انت لو رحت تصلي عنده خلاص. انا موضوع الشجره ده لما جيت اروح اصور، اهل البلد ذات نفسهم رفضوا ان انا اروح بالليل. يا جماعه ما تخافوش انا هروح، انتوا بتقولوا ان في كذا، انا عايز اروح بالليل. ايوه روح، ما تروحش لوحدك احتياطي عشان خاطر انت ما تعرفش ايه اللي مستخبي من بشر اساسا. الحاجه التانية في شيخ معالج مشهور جدا وده انا استفدت منه كتير وهو حبيبي، اسمه الشيخ ابراهيم عبد العليم. كان في باين في اسكندريه عماره او مش عارف فين زمان اسمها، كان جنه خد ابنه طلع هناك وتحداهم وطلع وابات ونزل ولا اي حاجه وتصور. وفي واحد عمارة رشدي حاجه زي كده، واعتقد كان واحد اسود بيخرج للناس، واحد اسود راجل عادي بيخرج ناس عريان فهم فاكرين جن. انا فاكر حاجه زي كده. والشيخ ابراهيم راح وتحدى وخد ابنه الصغير واثبت لهم ان ولا اي حاجه جن ايه. ربنا مش سايب الموضوع سداح مداح كده يعني. بالنسبه للموضوع اللي انت لسه قايله اللي هو استاذ شيخ راح اتحدى، نعرف حد بس مش هجيب اسمه لان الشخص ده هو معروف عندنا في المحافظه ان هو معالج روحاني، بس انا دخلت له كام مره بحيث اشوف الدنيا فيها ايه. وحتى كنت حابب اللي هو يطلع معايا في فيديو رفض. رقم 1 بيعمله ويقعد يقرا قرآن، بعد ما تخلص حصل حاجه ما حصلش حاجه، هو بيطلب منك عسل معين تروح تسأل عليه ما تلاقيهوش، فتكلمه ويقول لك انا هجيبه لك بس هيبقى غالي شويه. ماشي ممكن عشان خاطر يستفيد. دي النقطه اللي بتكلم بس فيها. مش مشكله عندي، بس اهم حاجه يعالج صح، ما يعالجش باي استعانه بجن او غلط او يوهم الناس او اي حاجه. دي اهم حاجه. انا بتكلم بقى هل العسل فعلا يمنع الحسد، يمنع الجن، يمنع ملوش دعوه بالقصه دي، بس هو مفيد للجسم لان الحسد ممكن يضرك في جسمك، فالعسل يعوض ضررك. لأن ربنا قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. والله يا أستاذ أحمد أو شيخ أحمد كانت حلقة جميلة. الله يكرمك. أنا عايز في آخر الكلام نعرف الناس تاني برضه اللي هو إزاي حصلوا نفسهم ومش بالسهل إن هم يأمنوا في الحاجات دي بسرعة. أهم حاجة في العبادة يكونوا هم عارفين وفاهمين بيقولوا إيه. يعني لما يقولوا أذكار الصباح والمساء فاهمين يعني إيه قل هو الله أحد، والفرق بين الواحد والأحد، يعني إيه الله الصمد، يعني إيه من شر غاسق إذا وقب، وليه ربنا قال قل أعوذ برب الفلق، وأقرأ تفسير ميسر كده، ويعني إيه فرق بين رب الناس وإله الناس، عشان أنا يوم مطلب من ربنا دعوة مستجابة أو تحصين أطلب وأنا فاهم. إزاي أطلب وأنا مش فاهم من ربنا؟ والصلاة أدور على أسباب الخشوع مثلا في الصلوات، دي من ضمن الأسباب. أدخل على اليوتيوب مثلا واكتب أسباب الخشوع في الصلاة. صلاة الفجر على وقتها دي من أفضل الصلوات. قيام الليل ولو حاجة بسيطة، قراءة القرآن ولو حاجة بسيطة، وأبعد عن الحرام على قد ما أقدر. بس دي وينت إحنا عايشين على كده.
ربنا يقوينا ان شاء الله. الله يكرمك انا سعيد باللقاء. الله يكرمك يا اخي ويبارك فيك. انا اي حاجه انا جزاك الله سعيد خيرا. اتعرفت عليك. الله يكرمك ويبارك فيك يا اخي. ربنا يخليك نور وربنا يديك دايما من خير يا رب. وياك يا اخي. ويديك على طول علمك ما شاء يا الله. رب. انا شايف الدنيا ربنا يزيدك علم ربنا يزيدك كمان. يا امين يا رب. وحابب في الاخر اشكر حضرتك اللي انت برضه استقبلتنا عندك في البيت. على راسي يا اخي. وكانت بصراحه حاجه في منتهى الجمال. الله يبارك وان شاء الله مش هتبقى دي اخر بودكاست. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اخي. اتمنى تكون البودكاست عجبكم، واتمنى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. واي حد يحب يتكلم مع استاذ احمد هنسيب لكم كل لينكاته تحت. لو اي حد عايز هو بيستقبل اي كلام، اي حد يا عم دخلت كلمته في ثواني رد عليا وقدرنا جدا واحترمنا وطلب. هو بص اي حاجه لنصره الاسلام هو موجود فيها ان شاء الله. فنشكركم ونشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.